السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي ومتابعات قناة كيفاش تعتقل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من جرائم وحوادث وقعت داخل وخارج مدن أو قرى المملكة المغربية. جريمة اليوم هي واحدة من أكثر الجرائم خطورة. هذه الجريمة كتعلق بجريمة كتنفذها أنثى، ومن طبيعة الحال ملي كتكون الجريمة كتنفذها أنثى كتكون الكارثة، لأن هذا ما يشير إليه علماء وأساتذة علم الجريمة. وفي هذه الجريمة وفي هذه القصة بالذات كتنفذها مرأة منقبة وكتستهدف بالضبط النساء. كي لا أطيل عليكم ندخل في سرد تفاصيل الجريمة. في سنة 1988 بمدينة دار البيضاء في واحد الليلة، يعني البوليس وكالعادة ديالهم كيديروا الدورية ديالهم في الشارع العام. في واحد اللحظة كيلقاو أمامهم واحد التجمع بشري كبير. قربوا منهم كيلقاوهم مجموعين على واحد الجثة مغلفة بمانطة، يعني مغلفة بمانطة ومربوطة بسلوكة ديال الضوء. هنا البوليس بلغوا برقية للدائرة الثالثة بأمر هذه الجثة، وبعد إبلاغ النيابة العامة بالأمر غادة تلتحق فرقة الشرطة القضائية إلى مكان تواجد الجثة، وبالطبع كيرافق الشرطة القضائية تقنيو مسرح الجريمة، كيرافقوهم لعين المكان. ملي وصل لعين المكان كيلقاو بالفعل الجثة ديال شابة في عمرها تقريبا من 18 إلى 19 سنة، يعني ملفوفة في واحد المانطة. فتحوا هذيك المانطة وحيدوا هذوك السلوكة ديال الضوء، يعني اللي كانت مربوطة بين المانطة، وهنا غادي يلقاو الجثة ديال الشابة مضروبة للرأس، يعني مضروبة للرأس بشي عصا، يعني ديال العود خشبية، عصا خشبية، وخرج ليها الدم من الأنف ومن الفم ديالها، يعني الدم خرج من الأنف ومن الفم ديال الشابة المقتولة. وأطباء الطب الشرعي يعني كيصرحوا بأنه إذا كانت ضربة على الرأس بعصا كيتسبب في نزيف داخلي وكيخرج دم من الأنف ومن الفم. وهنا بداو تقنيو مسرح الجريمة خدمتهم، يعني باش يوصلوا لشي حاجة يعني في جنب الضحية، يعني باش يلقاو شي حاجة في جنب الضحية اللي غادي تفيد في البحث في التحقيق ديالهم، ولكن مع الأسف بدون جدوى، ما لقاو حتى شي حاجة. نقلوا الجثة المستعودة على الأموات. الطبيب الشرعي من بعد التشريح كيقول بأن الضحية خدات أكثر من ضربة في الرأس ديالها، لدرجة أن الجمجمة ديالها تعرضت لواحد درجة كبيرة من الكسر، أي أن القاتل سدد أكثر من ضربة للرأس، يعني عدة ضربات سددها القاتل رأس الضحية. حاولوا البوليس ياخذوا من الضحية البصمات ديالها، وهنا كانت الصدمة. الغريب في هذه القضية هو أن الضحية تم مسح البصمات ديال الإيد ديالها كاملين، يعني الأصابع ديالها مسحوا منها البصمات. يعني هنا القاتل لما قتل الضحية قام بمحو البصمات ديالها كاملين، يعني باش ما تعرفش هي شكون، ما تعرفش الهوية ديالها. والبوليس هنا استعصى عليهم الأمر باش يحدوا الهوية ديالها، وبالتالي يعني البوليس ما عندهم مشكل كبير في يعني في البحث على هوية الضحية. وبالفعل القاتل وصل لهذاك الشيء اللي كان مخطط ليه، لأنه استعصى على المحققين يوصلوا لهوية الضحية الشابة. ودازت على هذه القضية تقريبا 19 يوم، يعني 19 يوم كاملة، أي أنها نهار تلقات هاد الجثة هذه تلقات يوم 7/4/1988، ونهار 26/4/1988 غادي تكون الضربة الثانية ديال القاتل. وغادي يعثروا البوليس على جثة امرأة في عمرها تقريبا 34 سنة. هاد المرة لقاوها في شاطئ عين الدياب، وهاد المرة هادي كانت هناك فرضية من عند البوليس، يعني بأن هاد الجثة ديال هاد المرأة هادي اللي لقاو في شاطئ عين الدياب ربما كانت غارقة وعاد لها حل بحر. خداو البوليس البصمات ديالها وخداو صور الجثة ونقلوها لمستودع الأموات. البصمات ديال هاد الضحية غادي تكشف على الهوية ديالها. الاسم ديالها هي ملكة الغضروف من مواليد 1954.
هي أنها في حدود سنة 1988 كان العمر ديالها ما يقارب 34 سنة. هاد البنت هادي كانت من الساكنة ديال المحمدية. البوليس انتقلوا على وجه السرعة يعني المدينة ديال المحمدية، وتوصلوا بالعنوان ديال السكن ديال هاد الضحية هادي. وكيف ما صرحوا ليهم والديها بأنها مشات للدار البيضاء مساء أمس عند الأخت ديالها، وهنا كان لازم على البوليس أنهم يرجعوا للدار البيضاء عند أخت الضحية اللي كتصرح بالدور ديالها بأن الأخت ديالها ما جاتش عندها نهائيا للدار. هنا البوليس رجحوا بأن الضحية بما أن لقاوها في جنب البحر ربما والجسم ديالها يعني كان الجسم ديالها والملابس ديالها كانوا ساردين بالماء، يعني كانوا مبللين. قالوا ربما كانت غارقة في البحر، ولكن نتوما راك عارفين بأن شهر 4 يعني أبريل، ماشي وقت البحر، ماشي وقت العومان. إذا رجحوا البوليس أنه ربما تكون هذه البنت انتحرت، ولكن في التقرير ديال الطب الشرعي غادي ينفي بتاتا أنها تكون انتحرت، بعد ما أكد ليهم الطبيب الشرعي بأن سبب الموت كان ضربة في الرأس، وكانت ضربة قوية وقاتلة. وهنا كيضيف الطبيب الشرعي بأن الجثة ما تعرضتش للغرق، لأن الطبيب ما لقاش الماء ديال البحر في المعدة ديالها. وباش نزيد نوضح لكم اكثر اخواني اخواتي الاعزاء، كيفاش كيعرف الطبيب الشرعي واش الموت كان نتيجه ديال الغرق ولا غير بدون غرق؟ يعني هو ان اللي كيموت بالغرق كتكون المعده ديالو عامره بالماء ديال البحر، والجثه اللي ما كتكونش غارقه في البحر ما كتشربش الماء نهائيا، واخا ترميها في البحر ما كتدخلش لها المعده ديالها. المهم هنا البوليس وضحت عندهم الصورة بأن الضحية ما تعرضتش للانتحار وما تعرضتش للغرق، وبأن القاتل اللي رماها في البحر باغي غير يضلل البوليس ويبين لهم بأن الضحية كان السبب ديال الموت ديالها هو الغرق. والبوليس التحريات والأبحاث اللي داروا في هذه القضية هذه حتى هي خرجت بحال النتيجة ديال الضحية الأولى، يعني خرجوا بدون نتيجة. وبعد مرور سنة، أي في 13/1/1988 عفوا، غادي يتم العثور على جثة أخرى في مطرح النفايات في الحي المحمدي. وهاد الجثة هذه حتى هي كانت شابة اللي في العمر ديالها تقريبا 28 سنة، وحتى هي من اللي غادي تخضع للتشريح غادي يصرح لهم الطبيب الشرعي بأن حتى هي خدات ضربة قاتلة في الرأس، يعني حتى هي خدت واحد الضربة قاتلة في الرأس ديالها، كانت هي السبب في الوفاة ديالها. هنا البوليس غاديين يبداو يستنتجوا، يعني استنتجوا واحد القضية بأن هاد الضحايا بثلاثة كاملين كانوا نساء، وأن الطريقة ديال القتل ديالهم كانت طريقة موحدة. أي هاد النساء الثلاثة يعني كيتقتلوا بسبب الضرب في الرأس، يعني فيه احتمال كبير أن القاتل لهاد النساء الثلاثة هو نفس القاتل. ولكن اللي ثار انتباه البوليس في هذه القضية أن القاتل عنده شي وسيلة اللي كيتنقل بها في مدينة الدار البيضاء وكيرمي الجثث ديالو. والدليل على ذلك هو أن الجثة الأولى كانت في حي لاجيروند، والجثة الثانية كانت في شاطئ عين دياب، والجثة الثالثة كانت في الحي المحمدي. إذن القاتل كيتجول بمدينة الدار البيضاء وعنده وسيلة تنقل اللي كيتنقل بها. ولكن كاينه واحد القضية أخرى انتبه لها المحققين، يعني انتبهوا لها، هي أن الجثة الأولى كانوا ممسوحين لها البصمات ديال يديها، وفي الجثة الثانية والثالثة كانوا البصمات ديالهم طبيعيين. يعني هذا كيظن على هذا كيعني أن القاتل كيعرف الجثة الثانية الجثة الأولى، يعني كتربطوا به علاقة. يعني هنا بدات الفطنة والذكاء ديال البوليس، كيفاش مسح البصمات ديال الجثة الأولى والجثة الثانية والثالثة ما مسحهمش. يعني هنا قالوا بأن القاتل كان على معرفة كبيرة بالجثة الأولى، وإلا علاش غادي يكون مسح البصمات ديال الجثة الأولى وما مسحش البصمات ديال الجثة الثانية والثالثة؟
دونك هنا البوليس غادي تكون عندهم معطيات كبيرة على الضحايا والطريقة ديال القتل ديالهم. غادي تعاود فتح الملف ديال الضحايا بثلاثة من جديد، وغادي يبدا البحث انطلاقا من الجثة الأولى. البوليس داروا اللي في جهدهم وفوق جهدهم، يعني باش يحدوا الهوية ديال الضحية الأولى. وزعوا صور ديالها على جميع المخافر ديال الأمن والدرك الملكي والقيادات والجماعة الترابية. وهنا غادي توقع واحد القضية، يعني واحد القضية مفاجئة. يعني واحد السيدة في واحد الجامعة قروية بمدينة سيدي بنور شافت هذيك الصورة ديال هذيك البنت، قالت لهم سيدي هاد البنت راها بنت اختي. تخبروا الدرك الملكي بالمدينة ديال سيدي بنور يعني بهاد القضية هادي، وخداو هاد السيدة اللي كتقول بأن هاد السيدة هادي اللي في الصورة راها بنت اختها، وتواصلوا من خلال ديالها بالوالدين ديال الضحية اللي في الصورة. والدرك الملكي رسلوا الوالدين ديال الضحية اللي في الصورة لعند البوليس في مدينة الدار البيضاء، حيت هما اللي كانوا مكلفين بهاد القضية هادي. وبالفعل سولوهم البوليس، قالوا لهم واش هاد البنت هادي اللي في الصورة بنتكم؟ كيقولوا سيدي بنتنا. وخبرهم البوليس بأن هاد البنت هادي راهم لقاوها مقتولة دابا أكثر من 6 شهور هنا في الدار البيضاء. قالوا لي ما احنا سيدي كنا خليناها عند هنا في الدار البيضاء عند بنت عمتها، وهاد بنت عمتها راها كانت عايشه في برا، وملي توفى الزوج ديالها راها دخلت المغرب عايشه هنا في المغرب. قالوا لي البوليس شحال باش ما بقيتوش شفتوا بنتكم؟ كيقولوا اسيدي تقريبا هذه 8 شهور. كيقولوا بان هذيك بنت عمتها كتقول بان بنتهم يعني بنتنا راها هربت مع واحد هربت من الدار مع واحد الولد، وبان هذا الشاب هذا كان كيجي لعندها حتى للدار، وبان هربت معاه. هذا الشيء جا غريب، يعني هذه القضيه دي غريبه. قالوا البوليس علاش ما ديكلاريتوش، ما درتوش شي محاوله، علاش؟ كيقولوا لهم سيدي راه حنا ما عارفينش وحنا راه على قد الحال. يعني البوليس استغربوا من هذه القضيه القصه ديال الناس، يعني بنتهم غايبه تقريبا مده ديال 8 شهور ما شافوهاش، يعني ما ديكلاراو بها ما حتى شي حاجه. يعني الدريه متوفيه دابا قرابه 6 شهور وما كاين لا ديكلاراسيون لا حتى شي حاجه. والبوليس في الحال غادي ينتقلوا وداو معاهم الوالدين ديال البنت على وجه السرعه عند هذيك بنت عمتها، بنت عم الضحيه اللي كيقولوا عليها الوالدين ديال الضحيه. كيلقاوها واحد الامراه منقبه يعني ساكنه في واحد الفيلا في الوزيز. دخلوا عند البوليس قالوا لي واش هاد البنت كانت جالسه عندك؟ وراو هاد الصوره ديال البنت، قالوا واش هاد البنت هذه كانت جالسه عندك؟ قالت لهم سيدي كانت جالسه عندي. وبدون ما يسولوها حتى شي اسئله اخرى قالت لهم راه كان كيجي عندها واحد الشاب، وفي كل يعني وفي كل مره كنت كنهضر معاها وكننصحها وكنقول لها راك انتي باقا صغيره وهذا الولد يعني ما خدامش لك وما بقاش تخرجي عنده. وكنت كنهددها وكنقول لها راه الا بقيتي تخرجي عنده راني غادي نرجعك لداركم. ولكن هي في واحد الصباح انا في واحد الصباح ملي فقت لقيتها هزات الصاك ديالها وهربات من هنا، ما لقيتهاش في الدار. قالوا لها البوليس ممكن تورينا البيت اللي كانت كتنعس فيه؟ قالت لهم مرحبا. وراتهم واحد البيت. وهنا اش غادي يوقع؟ واحد البوليسي انتبه لواحد المنطقه كاينه تما كاينيات في هذاك البيت اللي كانت كتنعس فيه البنت. يعني داك البيت اللي كانت كتنعس فيه الضحيه هذاك البوليسي لاحظ واحد المنطقه، وهاد المنطقه هذه هي نفس المنطقه اللي لقاو الجثه ديال هاد البنت هذه ملفوفه فيها. هنا البوليس خبروا نائب وكيل الملك بهاد القضيه هذه وبان هاد السيده كيتشابه في الامر ديالها. والنائب وكيل الملك عطاهم تعليمات وعطاهم امر في البحث المعمق في هاد القضيه هذه مع السيده.
وبالفعل بداو البوليس كيقلبوا هنا وهنا، وفي واحد اللحظة هبطوا لاكاف وما يلقاو حتى واحد الدروج، واحد السلك ديال الضوء بحال هذاك اللي كانت مربوطة به المانطا اللي لقاو فيها الجثة. يعني هنا بدات كتتضح لهم قضية. وكيلقاو تحت من هذوك الدروج عاوتاني زرواطة، وكيلقاو واحد الكاع تحرش. هنا اتضحت لهم القضية، وما ينقلوا السيد الكوميسارية وواجهوها بكل هاد الأدلة هادي، وواجهوها بالمانطا اللي لقاو عندها بالدار، هي نفس المانطا اللي لقاو فيها الجثة ديال البنت، والسلك اللي لقاو عندها ديال الضوء هو اللي كانت مربوطة به المانطا اللي لقاو فيها الجثة. ولقاو عندها الزرواطة، يعني اللي أكد لهم الطبيب الشرعي بأن الضحية ضربات عدة ضربات في الرأس ديالها، وكان عندها كسر حاد في الجمجمة. ولقاو عندها حتى الكعط حرش اللي رجحوا البوليس بانه هو اللي يكون مسحات به البصمات ديال البنت. يعني كل هاد الادله واجهوها بها، وهي تنهار. ملي نهارت بدات اعترفت بان هي فعلا اللي قتلت هذيك البنت بعد ما عرفتها عندها علاقه مع واحد الوالد. بقات كل مره كتنبهها، وكيف ما كتقول هي بقيت كل مره كنبهها، كنقول لها فرقي عليك هاد الوالد ولا غادي نصيفطك لداركم، وعلى حسب هي الاقوال ديالها. حتى لواحد النهار حصلتها مدخلاه عندها للدار، يعني هذاك الشاب دخلته عندها للدار ديك البنت، وكتقول انها في هذيك اللحظه جرات على هذاك الولد، وهنا فكرت انها تقتل هذيك البنت. هذيك السيده لقاو بزاف ديال المصاحف وكتب الدين والسيره، ولكن سولوها شكون كيعيش معك في هاد الفيلا هادي، قالت لهم ملي توفى الزوج ديالي في فرنسا ودخلت انا المغرب بقيت عايشه بوحدي. هاد الفيلا ديال هاد السيده، هاد السيده المنقبه كيف ما قلنا ما كانش عندها الاولاد، ما عندها الاولاد لا والو، كان في العمر ديالها تقريبا 46 سنه. ولكن لما سولوها البوليس على شكون هو هذا الولد اللي كان كيجي عندها، يعني عند هاد البنت هذه، قالت لهم اسيدي ما كنعرفوش، لانها شافته تقريبا شي 3 أو 4 ديال المرات، ومن تما ما بقاتش شافته. ولكن هاد السيده غادي تبين على انها متشده في الدين، يعني متشدده في الدين. هاد الشيء غادي يكشف عليه قاضي التحقيق بان عندها نوازع تشدد في الدين. ولكن السؤال المطروح هو انه بما ان هاد السيده اعترفت بان فعلا هي اللي قتلات هاد البنت هادي، وهزتها في السياره ديالها ورماتها في حي لاجيرون، ولكن هي اللي تقدر تكون قتلات هادوك جوج البنات الاخرين، الجواب هو ان هاد المنقبه هادي كتنكر بانها تكون قتلات شي حد اخر. يعني من غير هاد البنت هادي قالت نكرات بانها تكون قتلت شي حد تاني. ولكن المحكمه غادي تستند على الادله الماديه والتقرير الطبي الشرعي اللي كيقول بان الضحايا بثلاثه تقتلوا بنفس الطريقه، وهي الضرب على الراس بواسطه عصا خشبيه. وغادي تقدم للعداله وغادي تحكم بتهمه قتل 3 نساء، وتحكمت بالسجن المؤبد. وهنا سالات تفاصيل جريمة اليوم، جريمة المنقب القاتلة. وإلى هنا متابعينا نصل إلى نهاية الحلقة، نشكركم على حسن الإصغاء، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.